كلنا امبارح شفنا لقاء ملك الأردن مع ترامب، وبسبب إن قناة ما نقلت الخبر بطريقة غلط الدنيا قامت وما قعدتش، وبدأنا كلنا نغلط في ملك الأردن وأنا أولكم. واللي ساعد على اشتعال الأمور أكتر إن ترامب كان قاصد يلبس ملك الأردن لما لمح إنه موافق على التهجير وقال خطة نقل الفلسطينيين فيها دولا أخرى غير الأردن ومصر. نعم بالتأكيد، ولدينا دول أخرى تريد المشاركة. لدينا الكثير من الناس الذين يريدون المشاركة. هناك الكثير من البلدان الجيدة والأشخاص الذين يحكمون تلك البلدان بقلوب كبيرة، وملك الأردن على رأس القائمة. أنا معاك إن ملك الأردن كان لازم يرفض رفض واضح وصريح، بس تعالى كده معايا وأنا بقولك إنه كان قاعد مع واحد مجنون تصرفاته غير متوقعة. يعني ممكن وملك الأردن مروح على بلدهم الطيارة بتاعته تتضرب كنوع من الضغط على العالم العربي. وأنا هنا مش بقلل من العالم العربي، بس أنا هنا بتكلم عن واحد مجنون تصرفاته غير متوقعة. وكمان أنا متأكد إن المؤتمر الصحفي اللي اتعمل ده اتعمل فجأة والملك عبد الله ما كانش عنده علم بيه، والمؤتمر ده علشان يربك حسابات الملك عبد الله ويحطه تحت ضغط. بعد اللقاء ده على طول مصر طلعت بيان وقالت فيه نصا: تؤكد مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور مكتمل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه. وحط لي تحت أرضه دي 100 خط. وكملت البيان وقالت: بما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب. بيان مصر كان واضح وصريح كالعادة، وهو إن مصر مصرة على رفض قضية التهجير، وإن النقاش في الموضوع ده بابه اتقفل بالنسبة لمصر. ومن وجهة نظري دي أول مرة من 73 أشوف حكام العرب متحدين على رأي واحد تحت القيادة الحكيمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أنا بقى شايف إن مصر هتنفذ كل اللي اتقال في البيان، بس هل أبو حنان هيبطل جنان؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات، والسلام عليكم.